يلا نأكد على إجابات آخر homework. Number 1. Did you eat chicken yesterday? Number 2. Did you study English? Number 3. Were you at the party? Number 4. Was she happy? حان وقت ال WH question. أول سؤال في زمن الماضي البسيط بكلمات الاستفهام اللي قلنا عليها في الفيديو اللي فات. القاعدة في السؤال بال WH بتقول question word, helping verb, subject, main verb, the rest of the sentence, and the question mark. تعال نقولها بالعربي. كلمة استفهام زائد فعل مساعد زائد فاعل زائد فعل أساسي زائد باقي الجملة لو عندي بلس علامة الاستفهام. والفعل المساعد عشان ما تهش مني هيكون did أو was aware لأننا بنسأل في زمن الماضي البسيط. تعال بسرعة نطبق بمثال. إيه السؤال اللي إجابته أحمد went to London last summer vacation. يلا اسأل نفسك إيه السؤال اللي إجابته أحمد ذهب إلى لندن في عطلة الصيف الماضية. هتقولي السؤال ممكن يكون أين ذهب أحمد في عطلة الصيف الماضية؟ هقول لك تمام. يلا نحط القاعدة قدام عينينا علشان نعرف نركب السؤال. كلمة الاستفهام انت اخترتها تكون أين، وأين يعني where. الفعل المساعد أعرفه من زمن الجملة والزمن بتاعي ماضي وفيها فعل حركة اللي هو went، يبقى فعل المساعد بتاعي هو did. أما الفاعل هو أنا بسأل عن مين؟ أحمد، فيبقى الفاعل أحمد. والفعل الأساسي هو go، أنا بسأل عن الفعل ذهب. وباقي الجملة في عطلة الصيف الماضية يعني last summer vacation. وطبعا خلاص أخدت بالك إن الفعل الأساسي من بعد did هيكون في المصدر يعني go بدون أي إضافات. حد تاني هيقول لي طب ما أنا كان ممكن أسأل بمتى. متى ذهب أحمد إلى لندن؟ ممتاز جدا. I see you do it better. صح برضو. يلا نكون السؤال. متى يعني when، والفعل المساعد did، والفاعل بتاعي أحمد، والفعل الأساسي go. باقي الجملة to London. يعني السؤال هيكون when did أحمد go to London. هيجي بقى حد تالت ويقول لي طب ما نسأل بهل. هل ذهب أحمد إلى لندن؟ هقول لك ما ينفعش، هنا هل غلط خالص. ليه بس؟ هقول لك فين الإجابة ب yes or no عشان أسألك بهل. السؤال بهل يستدعي الإجابة ب yes or no. يعني هل أنت أحمد؟ أو لأ. هل أنت بتحب اللحمة؟ أو لأ. هل ده صاحبك؟ جاوب أنت. شفت قلت إيه؟ أو لأ، ملهاش إجابة تانية. فالسؤال بتاعي هنا لا في ولا في لأ، يبقى ده مش سؤال بهل، ده سؤال بكلمة استفهام أو WH question. يلا مثال نحله سوا. إيه السؤال اللي إجابته The weather was hot. السؤال هو كيف كان الطقس؟ نوع السؤال WH وما ينفعش يكون هل عشان ما عنديش لا yes ولا no. والزمن ماضي والفعل المساعد was لأنه موجود في الإجابة وبعده صفة مش محتاجة did لأني ما عنديش فعل حركة. يلا بينا نكون السؤال. كيف يعني how، الفعل المساعد was، والفاعل أنا بسأل عن الطقس the weather. How was the weather؟ بس كده. مثال تاني وحله أنت. إيه السؤال اللي إجابته The movie started at 8. الفيلم بدأ الساعة 8. What a good try. When did the movie start؟ did فعل مساعد علشان عندي فعل حركة اللي هو start في الزمن الماضي، وطبعا start في المصدر علشان did. حل ده كمان. إيه السؤال اللي إجابته The party was at 8. الحفلة كانت الساعة 8. Super, keep it up. When was the party؟ متى كانت الحفلة؟
الفعل المساعد بتاعي هيكون was علشان باين قدام عيني أهو، فهيسأل نفسه بنفسه، وكمان بيسأل عن الحفلة. ما عنديش فعل حركة عشان أجيب did. بس كده. يلا ننهي زمن الماضي البسيط مع بعض بقى ونقول الكلمات الدالة أو الكلمات المفتاحية. إيه الكلمات اللي لما أشوفها أعرف إننا في زمن الماضي البسيط the past simple tense؟ أول حاجة yesterday، امبارح. I met my friend yesterday، أنا قابلت صديقي امبارح. last، ولast معناها الماضي. ممكن أقول last night الليلة الماضية، أو last week الأسبوع الماضي. last weekend عطلة نهاية الأسبوع الماضية. last month الشهر اللي فات. last Friday الجمعة اللي فاتت أو أي يوم من أيام الأسبوع. last July شهر يوليو اللي فات أو أي شهر في السنة. last summer الصيف اللي فات أو أي season أو فصل من فصول السنة. last year السنة اللي فاتت. عندي كمان in plus تاريخ في الماضي. مثال in 1889 في عام 1889 التاريخ ده في الماضي. أو مثلا لما أقول I was born in 1999 أنا اتولدت سنة 1999. عندي برضو once upon a time في مرة من المرات أو ذات مرة، دي عشان أحكي أو أسرد قصص حصلت في الماضي. وآخر حاجة ago بمعنى منذ، زي لما أقول I went to Alex 3 years ago أنا ذهبت إلى اسكندرية منذ 3 سنوات. بس كده، هي دي الكيوردز بتاعت الزمن أو اللي بنسميها الكلمات المفتاحية أو الدالة. تعال نشوف الواجب. Form questions for the following answers. Number 1 I went to the zoo last weekend. Number 2 It was sunny. Number 3 Yes, I enjoyed a lot. Thanks for watching، وأشوفكوا الفيديو اللي جاي في قاعدة لغوية جديدة أو في زمن تاني خالص. سلام.